اوعى تستورد عربيه من بره غير لما تشوف الريل ده. عربيتين المفروض ان هما من ماركات اعتماديه جدا، يقولوا لك ان العربيات دي فيها كم كبير من مواصفات مختلفه تماما عن الاصدار المصري. بلايند سبوت، جنط اكبر، وعشان شويه الدلع دول متزود عليها حوالي 200 ل 250 الف جنيه. حلو الكلام؟ لا مش حلو الكلام، لان العربيات دي هتمشي بيها سنه وشويه صغيرين وهوب جابت فتيس، لانها بتنزل في كوريا بفتيس سي في تي، وظروف استخدامه مش مناسبه هنا في مصر، غير ان مواصفه الزيت بتاعته مش متوفره هنا في مصر كتير، فبيحطوا له بدائل تانية برضه بتجيب فتيس. طب ما عادي يا عم محرم، ما انا واخد شويه رفاهيه حلوين، ما اغير الفتيس وعربيه اعتماديه واقتصاديه وقطع غيار مرطرطه. يا عم استنى ما تتسرعش، ما هو فتيس السي في تي ده ناقص جدا في مصر، ولو لقيته هتلاقيه بايظ، ولو طلع سليم هتلاقيه ب 130 الف جنيه وهيبوظ برضه. عادي، طب ما اغير واجيب فتيس المواصفات بتاعت مصر جدع، بس عشان تغير الفتيس للمواصفات المصريه لازم تغير موتور وفتيس وضفيره وكنترولات وطقم تبريد سيستم كامل. طب ما حلو ده يا عم محرم، اتحلت اهي، اتحلت بس ب 150 الف جنيه. طب ما عادي، ما انا واخد قدامها رفاهيه واوبشنز اعلى بكتير. ما هو الرفاهيه دي مش هتنفعك، ما انت لما بتغير السيستم كامل مش كل الاوبشنز اللي في العربيه بيشتغل، وعشان يشتغل لازم تكون فاكك السيستم من على العربيه نفس المواصفه اللي معاك بالظبط، وده هتلاقيه فين الله اعلم. العربيات دي هي كيا كي 3 بدايه من موديل 2019 وارد كوريا، وهيونداي افانتي او الانترا بدايه من موديل 2020. مش هقول لك خليها تصدي، لا هقول لك اشتري، بس خليك عامل في حسابك ان انت هتغير سيستم كامل. خلي بالك عشان انت شاري اصلا العربيه اغلى من المواصفات المصريه، مع ان العربيات دي في كوريا ارخص من المواصفات المصريه بكتير. فقبل ما تشتري عربيه مستورده وتمشي ورا الاعلانات المدفوعه اللي ملهاش لازمه، اسال محرم اذا كانت العربيه دي مناسبه للسوق المصري وقطع غيارها متوفره ولا لا.